هي الشباكيه ديالنا بعد ما وجدناها كما كتشوفوا. غنقسم لكم تشوفوا الداخل ديالها كي كتجي هشيشه بزاف ورائعه. انا متاكده الا جربتوها تعجبكم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ ربيعه فرح. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مخرقه او الشباكيه. غادي نحتاجو ان شاء الله، عندنا زلافه ديال الزنجلان هنايا 150 غرام، حمرتها وطحنتها، خصها تكون مطحونه مزيان تولي بحال الدقيق الابيض، خصها تطحن مزيان. 150 غرام. عندي كاس ديال ما بين نصف كاس زيت ونصف كاس ديال الزبده مذوبه، كاس مخلط ما بين الزيت نباتيه وما بين الزبده. عندي كاس ديال المزهر كلهم بكاس العنبه، كاس ديال المزهر. عندي نصف كاس ديال الماء العادي. عندي معلقه ديال النافع صهدته شويه وطحنته معلقه كبيره. عندي معلقه كبيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الزعفران ملون، معلقه صغيره. وعندي هنايا شويه ديال الزعفران شعره، كيبقى اختياري، الا ما عندكمش ممكن تستعملوا الضامه. شويه ديال الزعفران شعره. وعندي الراس المعلقه ديال الخميره الحلوه، يعني القليل من الخميره الحلوه، شويه الراس المعلقه. وعندي هنا مسكه حره، انا خديت معلقه وطحنتها مع الدقيق باش كتطحن ليا مزيان، حيت خصها تكون مطحونه غبره. درتها مع الدقيق، معلقه ديال الدقيق وطحنتها مسكه حره. وعندي جوج معالق كبار ديال الخل، جوج معالق ديال الخل كبار. والدقيق انا عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الممتاز الابيض. وغادي تشوفوا معايا شحال غادي نحتاج ان شاء الله. بسم الله، غادي نبداو على بركه الله. غندير قبصه ديال الملح بعدا. بسم الله. اول حاجه غناخذ الزنجلان اللي طحناه، غندير معاه المزهر والماء، وغادي نحاول نطلقو بهذا السائل هذا. غنطلقو، خصو يتطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. غنطلقو مزيان تيتطلق. المهم غنصبروا هكا حتى نطلقوه كله. بعد ما طلقناه دابا تطلق لينا، غادي نضيفوا الزبده. بسم الله. غنديروا السوائل هما الاولين. دابا غنديروا القرفه والزعفران ملون، وغنديروا النافع ديالنا. بسم الله. غنضيفوا المسكه الحره مع الخميره والزعفران شعره، الخل، نخلطوا. غنبداو نضيفوا الدقيق ديالنا بشويه بشويه. نبداو نضيفوا الدقيق. بسم الله. خص الدقيق يكون مغربل كما قلت لكم. نبداو نخلطوا.
كنبقاو مستمرين هكا كنضيفو الدقيق حتى كيجمع لينا العجين. خص العجينه تكون شاده في راسها مزيان، ما تكونش رطبه. نخلطو نزيدو الدقيق كما قلت لكم. هي العجينه ديالها بعد ما جمعناها. انا درت لي 700 غرام ديال الدقيق، ولكن ممكن تدي اكثر ممكن اقل على حسب الطحين. دابا غادي نقسمها كويرات صغار. غنصورها ونجمعها باش تجيني سهله في الخدمه. وغنديرهم نغطيهم بالسلوفان باش ما يقصحوش ليا، ما تنشفش العجينه. غنخلي الكويره اللي غنستعمل اللي غنخدم دابا هادو كما قلت لكم غنغطيهم بالسلوفان. خدينا الكويره ديالنا، غادي نديرو شويه ديال الدقيق، ما نكثرش بزاف، غير شويه. غنسرح الكويره ديالنا بالطول. ما كنرققوهاش بزاف وماشي ما تكونش غليظه. كما كتشوفوا السمك ديالها ها نتوما. دابا غادي ناخذ القطاعه ديالي، ممكن كما قلت لكم تستعملوا هذا، ممكن الجرار. انا غنستعمل هذا. بسم الله. ونحيدوا العجينه الزائده، ولكن العجينه الزائده غنخدموها ديك الساعه، ما غاديش نخليوها حتى الاخر. الا خليتوها حتى الاخر راه ما كتخدمش، كتنشف، كتولي العجينه خايبه. غير تساليو من هذيك الساعه جمعوها وخدموها. تاخدي هذا، ناخذ الاولى نخلي الثانيه، تاخدي الثالثه، ناخذ الرابعه، ديري هكا نستمر الاخرى. بسم الله. تاخدي الاول ديما، نخليو الثانيه، تخلي الثانيه، ناخذ الثالثه، تاخدي الثالثه وتخلي الرابعه. بسم الله. بسم الله. تاخدي هكا، تخلي هذا وديري هكا. هاهي شوفي ديري هذه. بسم الله. تاخدي الاول وتخلي الثاني، تاخدي الثالث وتخلي الرابع، ديما ديري هكا. انا البيضه كنستعمل بها في الشباكيه ضروري ضروري. بسم الله. تاخديها الاول تخلي الثاني، بسم الله. الثاني، الثالث، الرابع، خلي الرابع حتى هو. كنستمروا هكذا حتى كنساليو. نطيبوا ندوزو نطيبوا الشباكيه ديالنا ان شاء الله. هي الشباكيه ديالنا بعد ما شبكناها وسالينا، دابا غادي نديرو الزيت ديالنا تسخن ونرجعوا باش نطيبوها. ها هي الزيت ديالنا بعد ما سخنات، راه ما كنجهدوش عليها العافيه بزاف. غناخذوا الشباكيه ديالنا وغادي نبداو من الاول اللي بدينا بها في الاول، وغادي ناخذوها غنقلبوها، ماشي على الوجه اللي كانت عليه، غنديروها على الوجه الاخر التحتاني. الشباكيه الا كنتو كطيبوها تكون غارقه في الزيت هكا، ما ديروش زيت قليله، ديروا الزيت شويه. استمروا هكا. نديرو زبده سهله صافي، وغنخليوها حتى تحمر شويه وغنقلبوها. ما نخليوهاش تحمر بزاف، كتكون اللون ديالها خفيف ذهبي، وعاد كنقلبوها ان شاء الله. غير كيولي هكا ذهبي خفيف كنقلبوها، ما خصناش نخليوها تحمر بزاف.
كنقلبوها تتحمر الجهه الاخرى، كنغطسوها في العسل مباشره. ملي كنحيدوها من الزيت العسل تكون بارده، ما تكونش سخونه العسل، حيت الشباكيه سخونه. ها هي نخليوها حتى تحمر كما كتشوفوا. دابا كنحيدو الشباكيه ديالنا بعد ما تحمرات، كنقطروها من الزيت نيشان كنديروها في العسل. هنا نديروها في العسل ديالنا واحد 5 دقائق تشرب العسل شويه، وكنحيدوها كنديروها في الشبكه. بعد ما شربت العسل، راه خليناها حتى شربت العسل، شوفي اللون ديالها كي كيولي. غنحيدوها من العسل، غنحطوها في الشبكه. الشبكه درنا فيها ها هي، ودرنا الشباكيه الاخرى. غناخدو شويه ديال الزنجلان وغنرشو عليها. شوفوا الشكل ديالها، وغنكملوا الشباكيه الاخرى ديالنا. هي الشباكيه ديالنا بعد ما وجدناها كما كتشوفوا. غنقسم لكم تشوفوا الداخل ديالها كي كتجي هشيشه بزاف ورائعه. انا متاكده الا جربتوها تعجبكم، وغادي ديروا لي ان شاء الله لايك، وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.